وديا يلتقي غدا منتخب فلسطين الأولمبي مع مضيفه منتخب الجزائر أحمد حرز الله، والتفاصيل الكاملة. هكذا بدا المشهد في عديد من أحياء الجزائر قبيل أول مباراة لفريق الفدائيين، فريق فلسطين الأولمبي وفريق محاربي الصحراء. الجميع في انتظار مقابلة من نوع خاص ستشهد لأول مرة أيضا إقبالا للعائلات الجزائرية. أنا طنجال استاد النصر وبلد الثاني تاعنا، وإن شاء الله الانتصار الأفضل. وكانت العربية قد رافقت محطات تنقل وتدريبات الأولمبي الفلسطيني استعدادا للمقابلة التاريخية على حد وصف اللاعبين، معنويات مرتفعة لمقابلة بنكهة الفرجة والعرس، يقول أعضاء الفريق. إذا كان يعني الاستقبال هيك معناته بننتظر إحنا بالمباراة استقبال وجمهور يعني راح يكون أكثر من رائع، وراح يكون إن شاء الله راح تكون مباراة عرس جماهير إن شاء الله. وراح نكون على 5 جوليا، يعني بنفتخر إحنا كلاعبين إن نكون بهذا اليوم، نكون مع الشعب الجزائري والمنتخب الجزائري. إن شاء الله بنقدر نعمل إشي يليق باسم الشعب الجزائري. حيثما تنقل الفريق الفلسطيني تكون باقات الورود لغة للترحيب وحفاوة الاستقبال من طرف الجزائريين، تعبيرا عما يكنونه من حب وتقدير لأبناء فلسطين. أنا وجدنا لهم شوية أغاني وإن شاء الله تكون الفرجة في الملاعب. لقاء فلسطين الجزائر سيكون أيضا بحسب المسؤولين أفضل محطة تحضيرية قبل خوض مواجهتي شهر مارس القادم أمام كل من الإمارات العربية المتحدة وتيمور الشرقية لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة. محاربو الصحراء والفدائيون لأول مرة وجها لوجه في عرس كروي أو مقابلة لا خاسر فيها كما يقول الأنصار، لكن الأنظار هذه المرة ستتجه إلى المدرجات وما تجود به حناجر المشجعين نصرة للقضية الفلسطينية وترحيبا بالضيف الزائر. أحمد حرز الله، العربية، الجزائر.